السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر سار للمصريين: بعد 3 أيام الرز هيبقى ب10 جنيه. تعالوا نشوف الخبر مع بعض. التموين: غرامة مالية تصل ل2 مليون جنيه عقوبة حجب سلعة الأرز عن السوق. كشف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تفاصيل انتهاء مؤلة حيزي الأرز والشعير الأبيض الأحد المقبل من الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية. وقال خليل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير عبر قناة صدى البلد أن وزارة التموين أهابت بالفلاحين توريد طن أرز عن كل فدان لتأمين منظومة السلع على مدار العام المقبل. يتم بيع الأرز مقابل 10.5 لكل كيلو على بطاقات التموين. وأضاف أنه سيتم توقيع غرامة على أي فلاح يمتنع عن توريد الأرز الشعير أو الأبيض، كما ستتواجد لجان لتتفقد مضارب الأرز من أجل التأكد من عدم تخزينه لطرح هذه السلع. وأوضح أن مجلس الوزراء حدد سعرا عادلا للأرز السائب ب12 جنيه والمعبى ب15 جنيه يتم طرحه في السلاسل التجارية والهايبر ماركت، لافتا إلى أن من سيحجب سلعة الأرز عن السوق سيتم توقيع غرامة مالية بقيمة 100